شيفاستا. ازيكم يا اجمل شيفستات؟ شيفستا هتعمل معاكم سلطة الزبادي باروع طريقة، ماسكة نفسها وقوامها روعة جدا، لا بتميمي ولا بتخرج مية. كل ما بتقعد معاكي مهما تقعد عمرها ما تخرج مية ابدا ولا تفصل عن بعضها، طعمها خرافي. شيفاستا. لو عايزة تعرفي أسرار الشيف وتطبخي بكل سهولة، اشتركي في قناة شيفاستا وفعلي الجرس. مع شيفاستا كل الستات شيفستات. المكونات: علبة من الزبادي، خيارية مبشورة، ورقة نعناع، وفص ثوم، وملح. اول حاجة علبة الزبادي لما بتقعد شوية بتنزل المية بتاعتها كده، فانا هصفي منها المية بتاعتها دي. والخيارة اللي انا بشرتها في المبشرة عادي جدا، كمان بصفيها في المصفى بالشكل ده، بحطها في المصفى وابدأ ان انا اضغط عليها بايدي عشان تطلع المية اللي فيها. طبعا الخيار والزبادي هما اللي بيطلعوا لي المية اللي بتبقى مش مستحبة في سلطة الزبادي، فانا كده حليت المشكلة. عندي فص ثوم واحد على كمية الزبادي اللي انا هعملها دي، اللي هي علبة زبادي كبيرة. بفرمه كويس قوي على ايدي ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش محتاجة اكتر من كده في الثوم. وعندي نعناع اخضر هاخد منه حوالي 4 ورقات. طبعا النعناع الاخضر بيديني طعم روعة جدا وفريش للسلطة، لكن لو عندي نعناع ناشف ومش موجود عندي الاخضر مفيش مشكلة، هاخد نص معلقة صغيرة من النعناع الناشف المفروم. بعد كده عندي البولة بقى اللي هعمل فيها. لو لقيت الزبادي نزل مية تاني بصفي المية تاني، مفيش اي مشكلة. المهم الزبادي يكون فيه مينيمم من المية بتاعته. وبعدين هحط ده مقدار خيارة واحدة متوسطة مبشورة، وطبعا صفينا منها المية زي ما انتوا شفتوا. وبقلب الخيار على الزبادي كويس قوي. شايفين القوام الزبادي عامل ازاي؟ روعة جدا. هحط بقى عليه فص الثوم المفروم، ورق النعناع الاخضر المفروم. فص الثوم ده بيدي للسلطة نكهة جامدة جدا جدا وجميلة قوي. هحط نص معلقة صغيرة من الملح عشان تبرز لي طعم الحاجة وتظهر لي الأطعمة بتاعتي، وكده تكون سلطة الزبادي معايا جهزت. قوامها كريمي جدا، مهما قعدت ما بتطلعش أي مية ولا بتفصل، حتى لو سبتيها لتاني يوم. طعم الثوم فيها مميز جدا وخفيف كده، تحسي انه جاي من بعيد. وكمان طعم النعناع الفريش خرافي. يا ريت تجربيها وتقولي لي رأيك في التعليقات، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم فيديوهات شيفاستا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اللي جنب السبسكرايب.